المسلحة كمؤسسة عسكرية لن تدعم أحد أبدا. كل واحد أنت وشعب مصر، لكن الجيش لا. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن دي مسؤولية أخلاقية ووطنية ودينية. فخلي بالكم يا مصريين من ده، من كلامي كويس. أنتم اللي بتجيبوا الحكام، وصحيح انتوا اللي بتمشوهم برضه. صحيح انتوا اللي بتمشوهم، صحيح فعلا. صحيح. الشعب المصري هو اللي بيمشي الحكام طبعا. ثم هل توقف، يعني السؤال الاساسي، هل توقف الجيش عن سنة التدخل لصالح طرف دون طرف؟ شوف طبعا. شوف انا يعني الكلام اللي انا بقوله، الكلام اللي قاله الفريق عبد الفتاح السيسي، الحقيقه انه كلام محترم جدا وكلام يستحق التحيه. مش يعني اولا الراجل، او يعني اذا الناس بتتكلم على انقلاب عسكري، انهي انقلاب عسكري ده اللي بيطلب او بيحاول انه يزق في سكه ايه؟ الاسراع بالانتخابات. شكله ايه الانقلاب العسكري اللي بيحاول؟ انه بيحاول ازاي؟ يعني بيحاول بالكلام او بيحاول بالفعل؟ الراجل اتكلم كلام واضح جدا وصريح، بيقول عايزين الانتخابات في اسرع وقت. بيكلم يعني مين؟ ما هو السؤال يكلم من؟ في يده كل الامور، بيده ان يعين الرؤساء ويعزلهم. ده دليل تاني على انه الكلام اللي احنا بنقوله اللي ليه علاقه بانه الجيش لا يتدخل في الامور السياسيه وان الامر متروك لرئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه. ده بيدعمه كلام اللي الراجل بيقوله. هو لو في ايده الموضوع، هو اصلا يبقى في ايده الموضوع ليه؟ يعني هو لو ايه اللي كان يمنع الفريق عبد الفتاح السيسي انه في 3/7 ما يعلنش خريطه الطريق بالشكل ده، وكان يتولى زي مجلس العسكري ايام طنطاوي انه يتولى هو الحكم بنفسه زي ما تولى المجلس العسكري وقت طنطاوي؟ ايه اللي كان يمنعه؟ هل كنت لتوافق انت على ما حدث؟ لا، ما كنتش اوافق ده طبعا، ما كنتش اوافق على ده طبعا. طيب لكن ايه اللي انت تجيب عن نفسك؟ ما هو انا بشوف، انا ما كنتش اوافق على ده. فاذا انتوا